النهاردة هوريكي طريقة تعرفي الاختيار الصح من البداية ومن غير ما تضيعي وقت كتير. المحور الأول، الصح في الحب. هتلاقي الشخص بيحترم حدودك، بيستمتع من غير ما يحاول يغيرك. اهتمامه بيكي بيبقى واضح وأفعاله بتبقى أكبر من كلامه. مثال، هو بيبقى مهتم بيكي انتي، مش مهتم باللي هو يختبرك أو يعمل أسئلة متكررة أو يضغطك نفسيا. أمّا بقى الغلط في الحُب، إنه بتلاقي الشخص بقى بيستعجلِك أو بيحاول يغيّرِك، كلامه كتير لكن أفعاله هي اللي قليلة، وهتلاقيه بيستنزفِك عاطفيًا. مثال، شخص مثلًا يكلمِك 10 مرات في اليوم، بس في نفس الوقت هو مش مهتم إن هو يفهمِك فعليًا، يعني تحسّيه fake يعني من الآخر، بيتكلم معاكِ يعني 10 مرات في اليوم، بس مش مهتم يفهمِك فعليًا. الصح في الصحوبية. إمتى تقولي إن أنا اخترت الصحاب صح؟ صحابك لازم يكونوا بيدعموكِ، بيحترموكِ، وجودهم نفسه بيقويكِ مش بيقلل منِّك. مثال، تستشيري مثلًا صديقتِك، تسمع لِك، ما تقللش منِّك ولا من قراراتِك. أمّا بقى الغلط في الصحوبية، بتلاقي دايمًا ناس بتشكِّك فيكِ، دايمًا ناس بتحسدِك، دايمًا ناس بيصدّروا لِك طاقة سلبية والدنيا وِحشة. مثال، تفضفضي مرّة مثلًا ليهم، تلاقيهم مثلًا إيه، مش مهتمين، تلاقيهم مثلًا بيروّجوا لكلامِك ويزوّدوا السلبيات عليكِ أكتر. طيب تعالي نتكلم بقى عن الصح في الشغل والحياة عامةً. تعرفي إزاي اللي أنتِ اخترتِ صح في الشغل والحياة؟ أنتِ تعرفي الأول، أول حاجة تعرفي تقدّري قيمة وقتِك، ومهم أوي تعرفي تقولي لأ لأي حاجة مش مناسباكِ سواء في الشغل أو في الحياة. تعرفي تختاري مشاريع مناسبة لقدراتِك ولشخصيتِك. واحدة مثلًا اجتماعية جدًا، فالمناسب ليها اللي هي تشتغل في مجتمع يكون فيه ناس، على عكس مثلًا واحدة انطوائية بيكون الأحسن ليها اللي هي تشتغل مثلًا في مكان تختلط بالناس أقل، تبقى مع الأجهزة أكتر. مثال، حد يدّيكِ شغل زيادة من غير تقدير وأنتِ تعرفي ترفضي، بس بطريقة محترمة، أو تتفقي معاه اللي هو يزوّد لِك مثلًا زي ما بيزوّدِك، يعني مثلًا الشغل يزوّدِك فلوس. أمّا بقى الغلط في الشغل وفي الحياة، لمّا تلاقي إن شغلِك ابتدى يعني إيه، يستنزفِك أكتر من الطبيعي، تلاقي مشاريع مش مناسبة معاكِ، تلاقي حد في الشغل مثلًا بيسيطر عليكِ. حد عايزِك تقولي دايمًا أيوه وحاضر ونعم من غير سبب. مثال، تقبلي مثلًا شغل أو مهمة وأنتِ مش قادرة، بس عشان ما حدش يغضب، وأنتِ أكيد فهمتيني. عايزة أقول لِك إن المرأة الواعية بتعرف تختار الصح من الأول خالص، مش لمّا تندم بعدين. طيب سؤال كده ليكِ، إمتى آخر مرة حسيتِ إنِك أخطأتِ في الاختيار؟ ويا ترى كانت نتيجة الاختيار أو نتيجة التجربة دي إيه؟ ودي كانت كلمة من قلبي ليكم، أشوفكم في حلقة جديدة، سلام.